سلام خياتي خواتاتي، واش الاحوال؟ ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. اختكم هبه راها في نعمه والحمد لله. شكرا على كل اللي سالتوا عليا. نقول لكم اختكم هبه راها بخير، ما تخافوش، مازالني على قيد الحياه. وكي تروح هبه شكون اللي راح يدير نجيكم وشكون اللي راح يهبلكم. اول شيء نقول لكم الحمد لله والشكر لله عليها ساعه، يعني اللهم صيبا نافعا يا رب. على العموم احنا بلادنا تعرضت للجفاف، وجفاف كبير لمدة قرابة 8 سنين او اكثر. ربي جاب لنا الخير وخير كتير تهطل علينا من السماء. نقولوا له المرحبا بخيرات سيدي ربي. على العموم ان شاء الله يكون عام مثمر وعام فيه الخير، وان شاء الله الفلاحين اللي مساكين كما نقولوا افتقدوا هذاك المطر ان شاء الله يجيهم عام مثمر كما قلت، وكاع العام ان شاء الله يجينا نفرحوا به يا رب. هنا كما راكم تشوفوا خياتي، بعد ما جات هذيك الامطار اللي تهطلت علينا ما شاء الله، خفت يعني نحن النساء نخافوا من ديك الكميه، خصوصا جات ما شاء الله امطار يعني تهطلت بكثره لدرجه الودان ولا وادي كب في واد. قال لي الزوج تاعي يلا يا هبه نضرب بك دويره او جوله صغيره. هنا رانا داخلين كما راكم تشوفوا تحت القنطره، يعني القنطره هذه الفوق او الجسر هذه تحتها، وكما راكم تشوفوا كاع الشبان جاو، وكل الشبان الوليدات فرحانين، اللي جاي يصور، اللي جاي يشوف، اللي جاي يتمتع بهذه المناظر الجميله. هنا كما راكم تشوفوا حتى انا اغتنمت الفرصه وجيت صورت لكم هذا الفيديو. ان شاء الله يعجبكم، دعواتكم معنا، ربي ان شاء الله يجعلوا لنا عام خير. كما راكم تشوفوا تبارك الله. هنا لازم الحيطه والحذر، لازم الحيطه والحذر، نحذروا وليداتنا، نحذروا ازواجنا. هنا كما راكم تشوفوا درك نقرب لكم الصوره. واحد السيد مانيش عارفه كي سمع الواد جا ولا قال بالك نروح نضرب، يعني نضرب واحد دويره ونشوف واش كاين. للاسف حصل تحت هاد القنطره كما راكم تشوفوا الناس هكا، الناس هذه القنطره راها الفوق والتحت، حصل السيد تما. جات الحمايه المدنيه، راكم تشوفوا الشعب، شوفوا الشعب كاع جاو الناس خايفين عليه، اللي يقول لها بوقف تما، اللي يقول لها ما تتحركش، اللي يقول لها عندك دير بالك مع يعني بقى شاد مليح. بقى تقريبا واحد اكثر من ساعه ولا ساعتين كما هكا، والحمد لله جات الحمايه المدنيه، ومشكورين على المجهودات الجباره، تحيه لهم. يعني كانوا واقفين على ساق وقدم، ما بخلوش هاد السيد. جاو بغينا نقولوا الناس اللي تضرت والناس اللي راحوا بيوتهم، خصوصا ولاية بشار كاين مناطق فيها بيداندو، الدبدابة، القصر مساكين، القصر تاني تأدوا بزاف، طاحوا 2 قنطرات. يعني كاين ناس اللي مساكين ما عندهمش خضرة في الدار، ما عندهمش خبز، وكاين اللي اصلا ازواجهم خرجوا على برا مثلا يتسوقوا وما قدروش كيفاش يرجعوا لوليداتهم. نقول لهم الله يعطيكم ربي الصبر، واللي ضاع في حاجه عطيه غير العمر ما تضيعش. نقدموا تعازينا للشهداء اللي راحوا في الحمله هذه. تاني نقدم تعازيه الحاره باسمي واسم الشعب الجنوب الجزائري، خصوصا العبادله، العائله فاطمي في هذا الجلل المصاب اللي صابهم في وليدهم. مات لهم شاب مساكين منطقة حاسي منونات. نقول لك وليدي الله يجعلك في المقام المقبول، الله يصبر ميمتك، الله يصبر بيك، الله يصبر خياتك وجيرانك، والله يصبر عليك كاع كما نقولوا مدينة العبادلة. ما نعرفوش مسكين، لكن حرقنا وشوانا. هاد الوليد مشى شاب ان شاء الله، مشى شهيد الجنة الغارق شهيد. والناس اللي توفاو ما نعرفوهمش نطلبوا لهم الرحمة، ربي يتغمدهم برحمته الواسعة، شهداء عند الله ان شاء الله. شوفوا تبارك الله، شوفوا على الكمية نتاع الواد تاع الماء اللي راه يتهاطل ما شاء الله.
حنا المدينه البلاصه وين تسكن اختكم ام هبه كاين اللي تخوفوا عليا صحاباتي، صح تقطعت عندنا الكونيكسيون مازالت مقطوعه عندنا صافي. انا درت غير تعبئه باش نقدر نرمي لكم فيديو ولا زوج. المهم عندنا حنا في العبادله عندنا الويدان منين يفوتوا، يعني كاين منين يفوت الماء، ما تخافوش علينا. هنا الحمايه المدنيه اللي نقدم لهم تحيه، ومن ضمنهم ولد اختي بوشنتوف عبد الخالق، نقول له ربي يعطيك حتى يرضيك، يخلي لك وليداتك، انتم حماة الوطن. الله يحفظ وليداتي وليدات المسلمين. اي واحد ساعد في هذه الحمله سواء بيديه ولا باي حاجه، وحتى لو بدعاء، ربي ان شاء الله يساعده في الدنيا قبل الاخره. لازم الحيطه والحذر كما قلت لكم، سورتو الوليدات الصغار. احنا بما انه المنطقه عانات جفاف كبير، يعني الوليدات فاش يشوفوا هاد الامطار تتهاطل من السماء الا ويغتنموا الفرصه ويقول لك نروحوا نعوموا مساكين. مات ثاني واحد الوليد عبد الجليل على ما اظن اسمه، ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه ويجعل مثواه الجنه يا رب، ويصبر والديه. غير وليد صغير مسكين راح بالك هذه هي، يقول لك نشوف ولا نعوم، يعني داه الواد توفى ربي يرحمه وينعمه. هنا البنات كي كملنا من ديك القطره وداني الزوج نتاعي، كنا راجعين رايحين نشوفوا عمه الزوج نتاعي نطمنوا تاني هي على ولدها، يعني متزوج الله يغفر له. خلعنا واحد الخلعه، خلع ميمتو، راح هو واحد فاميلتو بايتين تما، يعني هو راح غير على اساس هكا نص نهار ومن بعد يجي، لكن ما جاو يخرجوا من ديك البلاص الا والماء دفع عليهم. بايتين ليله يا بايتين يا من الصباح حتى فات المغرب. المهم خرجوا سلامات. هنا الكيران كما راكم تشوفوا، هنا راه الطريق مقطوعه، يعني من ولايه بشار حتى لتندوف. عاد البارح تحلت الطريق اللي تؤدي بين عبادله وبشار، الحمد لله. البارح الاثنين عاد فتحت الطريق، واليوم تاني الثلاثاء راه محلوله، وان شاء الله دعواتكم معنا. راهم يقولوا في الارصاد الجويه انه غدا الاربعاء كاين تاني امطار بغت تهاطل كثيره. دعواتكم معنا، احنا ناس الجنوب، ربي ان شاء الله يجعله غيثا نافعا ليس ضارا يا رب. الحمد لله عليها ساعه. ان شاء الله عام خير كما قلت لكم، ان شاء الله عام ترفاس، ان شاء الله عام نجاح، ان شاء الله يكون عام مثمر، يعني بعد جفاف طويل تهطلت علينا خيرات ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله عليها ساعه. هنا عاد رانا طالعين لعمه الزوج تاعي، وهنا تلاقينا واحد السيد تاني حصل في الماء. شوفوا الاشجار البنات، شوفوا الاشجار خياتي. هنا واحد السيد تاني حصل شويه وشفني لدرجه وليت نتحلل في الزوج نتاعي، قال لي راه غير مخلوع، يعني ماشي ما كتير لانه باش يحصل تما، قال لي راه غير مخلوع شويه. ها هي اللوطو راني قربتها لكم. بقيت نقول للزوج تاعي رحمه على والديك، دور عنده وقول له شوفوا دوك الوليدات مانيش عارفه اولاد وما عرفتش راهم يدفعوا به مساكين. المهم قلت للزوج تاعي دور وقول له على اي طريقه كيفاش يخرج. قال لي ما عنديش منين ندور له، لكن عاود رجع الزوج نتاعي وطمني، قال لي باللي الراجل هذا او السيد هذا خرج من هذاك المكان الحمد لله على سلامته، واللي رجع سلامات لوليداته. وهذه هي خياتي، هذه هي المنطقه تاع العبادله، يعني صورت معاكم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو نهار اليوم. دعواتكم معنا، تحياتي ومع الف سلامه.